السلام عليكم أصدقاء سندباد، يا رب تكونوا بخير وصحة وكله تمام. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم وأجمل فنادق القاهرة، وهو الفندق الجميل دوسيت تاني ليك التجمع الخامس. أنا كنت رايح المكان عشان أقضي إيفنت مهم، ودلوقتي أنا بالعربية قدامه اهوت، وبرضه بهرني نظام النوافير الجميلة والحدائق الغناء كده اللي حوالين منه المحاطة بيه، والأشجار الجميلة الرهيبة اللي حواليه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا جيت عشان برضو في الاساس اصور فيه واوريه لكم، عشان اللي عايز يقضي اجازة جميلة في جو القاهرة الساحر الجميل، او رجال الاعمال اللي بيحبوا يقضوا المؤتمرات بتاعتهم يشوفوا المكان الجميل ده. دخلت على البوابات على الجراج على طول، طبعا بتركن عربيتك زي ما احنا شايفين كده، وطبعا جراج الكتروني، ودي التيكت بتاعته في الاخر طبعا بياخدها وبيحاسبك على القيمة. بتركن العربية في الجراج وبتطلع على الدور اللي انت عاوزه، وبتبدأ تمارس مهامك في الفندق هنا. بعد ما خلصت ركنة وقفت قدام النافورة الجميلة دي، بوريكم المدخل بتاعه الرائع الجميل، حاجة تحفة ومنظر مشرق جميل يفتح نفسك كده وانت داخل من بوابات الفندق. الفندق كله على نظام التايلاندي الجميل. هنا الريسبشن بتاعه الرائع، طبعا صورت لكم من فوق كده عشان تشوفوا الترابيزات والاستقبال، ومطعم الحلويات الشياك اللي موجود في المكان. بصراحة كل ما انا ماشي في المكان انبسط، نظافة، جمال، اعتناء بكافة التفاصيل. كمان المكان مليان مطاعم جميلة متنوعة متشكلة، مطاعم حلويات، مطاعم تايلاندي، مطاعم اسيوي، مطاعم ايطالي. طول ما انت كده ماشي بتقابل مطاعم جميلة. حتى التواليت بتاعه يعني انا حبيت برضه اصوره لكم، نظافة وشياكة، لمسة جمال في كل مكان من اماكن الفندق. حتى الدبليو سي مكان برضه جميل جدا، نظافة هو وشياكة. معمول على نظام التايلاندي الاسيوي، ودي الافيال اللي بتشرب وبتنزل ميه في حمام السباحه. منظر تحفه طبعا، وحمام سباحه جميل جدا. ووراك هنا بقى الزرع الرهيب ده. مش مساحته كبيره قوي والله، بس يعني اهتمام كبير بتنسيق المساحات. بس ده كل الحكايه. اهو منظر كده رائع ومنظر تحفه. الواجهات الازاز البانورامي وحمام السباحه البانورامي الجميل، حاجه كده تحب كده تقضي فيه اجازتك. ولو انت مش فاضي تسافر بعيد، او في الصيف، لا ممكن تيجي هنا تقضي اجازه جميله جدا 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 في الصيف. فندق دوسيت التجمع من الفنادق الجميله جدا الرائعه الممتازه. آه، طبعا اسعار على قد الخدمه، فندق 5 ستار واعلى. وان شاء الله نجيب لكم اسعار ونجيب لكم كل حاجه عنه برضه. ده المنظر اهو، تابعونا. كان مليان شاليهات جميلة، وهو يعني منتجع جميل كبير. هنا شاليهات على البسين، منظر جميل، قعدات رائعة. ده البسين بتاعه، قعدات جميلة، شезлونجات كده جميلة تديك إحساس بالفخامة. طبعا الدنيا شتا جدا، لو مش شتا بقى ما يمنعش من غطسين في المكان. وهنا البار الجميل بتاع المكان ده، يعني يعتبر غريق 180 سنتي. شاليهات مميزة. مكملين معاكم. دش. كانت معانا الجايدز بتاعتنا اللي لفت معانا في كل مكان في الفندق، بتورينا مدى جماله وأناقته. طبعا مش عايزة حد يوريه الجمال ده كله. طبعا هو يعني رؤية العين، نوافير، يعني فازات زهور عملاقة في كل مكان، شلالات، هو من متدرج
حمامات السباحة بتاعته كل بارتيشن منه متدرج، بتنزل السلم بتلاقي حاجة تانية. طبعا دي بقى المكان بتاع الأفيال الجميلة اللي بتشرب وتصب في المية. برضو حاولت اوريه لكم كده من قرب، ويعتبر ده بسين اطفال، ونزلته عامله زي نزله البحر كده، يعني نزله متدرجه كده، والنوافير الجميله اللي بتحبوها الاطفال. برضو منظر جميل. وهنا ما نسيوش الاطفال بقى في الالعاب البريه الجميله ديت. مكان كده ظريف، كورنر كده للاطفال، حلو جدا. تاني خالص، شاليهات تانية بمباني تانية. شاليهات زي ما احنا شايفين كده، جمال رائع، كأن احنا بالظبط في منتجع كبير من منتجعات شرم الشيخ او الغردقة. حمامات سباحة متنوعة. ده حمام سباحة بقى هادي تماما هنكلمكم عنه، محاط بالشاليهات والاشجار الجميلة، منظر برضو جميل ورائع، ما خليش من النظرة الجمالية للمكان كله. ده بارتيشن التاني بالبسين التاني، اهدى كتير من الفندق العالمي دوسيت. احنا دلوقتي دخلنا عشان اوريكم المكان. طبعا يعني هدوء كده، راحة، استجمام. ما بدأ البسين بدل ما اقع. البسينات لا مش هينة يعني. هنا 188 سنتي، واحد طوله 188 سنتي، لا غريق يعني مش متعة وجمال وبسين كده واخد حقه. طبعا الاولاني كان بيتميز كده يعني النوافير الجميله والشلالات الرائعه كده والمنظر اجمل. لكن ده مخصص بقى للسباحه والاستجمام. الناس اللي هي بقى مش حابه انها تبقى في وسط الدنيا والشلالات ونظام النوافير وكده، لا تعالوا هنا وانزلوا في المكان ده. البسين هنا رائع، البارتيشن ده يجنن. صغير كده، بس المفروض يكون اكبر من كده يعني. في والله بارات برضو لطيف. الله، لا ده في امتداد يا جماعه، في امتداد، طلع في امتداد اهو. الجيم في امتداد، في تريد ميل، كذا تريد ميل، وفي التكييف بتاعك جميل جدا. طبعا رجال الاعمال، محب الرياضه اللي بيمارسوا رياضه ولياقه بدنيه، لا هنا في كل حاجه يعني. وفي هنا سبا برضو، في زي مساج تايلاندي وساونا جاكوزي. احنا داخلين في خط كده طريق انا ايه ماشي فيه معاكم. هل ده هيطلعنا على فين؟ طلعنا على شلال جميل جدا، شلال جميل جدا. فندق كأني في منتجع من منتجعات الغردقة او شرم، مميز جدا، جميل جدا طبعا للايفنتات او الحاجات اللي بتحصل في القاهرة. ورجال الاعمال او الناس اللي بتحب تنزل يعني في القاهره عندهم شغل. الاوتيل جميل، تحسوا انكم كانكم في الغردقه او شرم، مفيش فروقات يعني. الشلال ده تحفه. شلالات تايلاند، شلالات تايلاند في التجمع، منظر جميل جدا. زي بحيرة كده صناعية نازلة من الشلال الجميل ده. كل الفيوهات بتبص على شلالات، بسينات، جناين، حدائق. زي ما قلت لكم كده نظام الجناين جميل جدا، ومفيش حاجة اسمها تمشي في الجنينة كده، لا ليك الطريق بتاعك. ده الرئيسي، شوفوا بعض. ده بار جميل بيخدم المكان ده، يعتبر حمام السباحة الرئيسي تماما بتاع الفندق. طبعا زي ما احنا شايفين كده يعني قعدات جميلة في وسط الخضرة والجمال، الفازات الجميلة الرائعة الشياكة كده بتاعته، والنوافير الجميلة. حاجة جميلة جدا يعني. والشلال الرائع، طول ما انت قاعد كده شلالات خضرة حواليك، نوافير، تنزل حمام السباحة بسلالم، تطلع بسلالم. الصراحة كل وسائل الرفاهية والجمال متاحة ليك. احنا كده طالعين بقى تاني على منطقة بقى الريسبشن والقعدة الاوبن اريا، الكافيتيريا الجميلة الاوبن اريا، وجوه القعدة بتاعت الريسبشن. وهنا طبعا الناس بتاخد سيلفي
من المناظر الجميلة الحلوة اللي احنا شايفينها دي. نظام الغرف السويتات الكبيرة طبعا اللي بتبقى فيها غرف النوم، وبتبقى فيها أوضة الاستقبال والأنتريهات، كلها دي هنا على الحديقة اهو الجميلة. طبعا شياكة وفخامة، التواليتات الرهيبة بتاعة الغرف. كل الغرف بتاعته سواء كانت غرفة أو سويت، شياكة وأنيقة، أساس عصري. هنا السبا واللي هو الجيم والنظام الجاكوزي الجميل اللي احنا شايفينه ده بتاعه، طبعا رقي وجمال. هنا اماكن اللي هي المؤتمرات اللي كلمتكم عنها، بيبقى فيها قاعات خاصة للمؤتمرات، طبعا ممكن ننزل يومين او 3 على حسب المؤتمر. وهنا المطعم بتاعه الجميل الرئيسي، ومطاعم كتير جدا منتشرة فيه في كل مكان في الاوتيل مطاعم. كل الاكل اللي تحبوه. يعتبر كده المكان فيه 3 حمامات سباحه. الحمام ده، وبننزل الدور اللي تحت فيه حمام تاني، وفي البارتيشن الاخير اللي فيه الحمام الهادي. ميزه في الاوتيل دوت استلفتت انتباهي، الاعتناء الجميل بالزرع والخضره والطرق. زي ما احنا شايفين كده المكان يعني معتنى بيه، اماكن للمشي عشان ما تمشيش في الخضره دي تبوظها. جمال، حلاوه، حتى سلال القمامه هنا. المكان رائع جميل جدا للاستجمام وللراحه. فندق دوسيت التجمع. وبكده أصدقائنا يكون انتهى الفيديو بتاعنا، وقدمنا لكم واحد من أجمل الفنادق. بندعوكم لزيارته الدايمة. رجال الأعمال اللي بيعملوا مؤتمرات ممكن يجوا هنا يعملوا المؤتمرات بتاعتهم في القاهرة. مكان جميل، شياكة، لذيذ. وما تنسوناش باللايك والشير والتعليقات. وأي مكان جميل حابينه برضه قولوا لنا في التعليقات، إن شاء الله نجيبه لكم في فيديوهات تانية كتير. شكرا جزيلا ليكم.